في هذا التحديث الشتوي الدافئ الجميل الذي ينقصه بعض الجنون هنعمل تحدي يا جماعة مجنون. هما تحديين في تحدي واحد. ايوه انا كنت عملت في فكرة فيديو عملت فيها للي فاكرين، يعني عملت كده خلاط تحديات، فرجعت لنا تحديات الخلاط تاني، والنهارده خلاطنا حرفيا بيزعل، يعني الميكس اللي هيطلع لنا من الخلاط النهارده بيزعل. انا لقيت الاجواء حلوه وفرح وكريسمس وفن، فلاحظت ان هي بس يعني ناقصه جنان. فتحدي النهارده هخليه لكم مفاجاه جوه الجيم، وبدون ما اطيل عليكم اكتر من كده هو شباب معاكم زياد من قناه جيم انترتينمنت. والنهارده عندنا مفاجاه في اخر الفيديو، فتاكدوا ان انتوا تكملوا الفيديو للاخر. حاجه كبيره جدا ممكن اعلن عنها في الفيديو ده او في فيديو خاص. واخيرا وليس اخيرا تحدي مجنون، فما تنسوش لايك سبسكرايب تفعيل زر الجرس، وتاكدوا تاني للمره التانيه ان انتوا تكملوا هذا الفيديو للاخر. وخلونا بس عشان انا الاجواء انا مستلطفها قوي لان هي حلوه. مالناش دعوه بقى كريسمس مش كريسمس، انا بتكلم على اجواء اللعبه حاليا في هذه الاجواء السائعه والجميله والبارده واللطيفه دي. فعايزين نسمع الموسيقى. سبحان الله، نفس الموسيقى اللي انا سربتها عشان بس تعرفوا ان انا مسرب رسمي. نسمع بس شويه كده. بصوا يا جماعه، انا معرفش انا مسربها كلها ولا مسرب جزء منها، بس يعني ادينا شفنا. واستنوا المفاجئتين او الثلاث مفاجآت اللي في الاخر، في منهم مفاجئتين مفيدين جدا، في حاجه بقى عظيمه دي هتغطي عليهم كلهم حرفيا يعني. بس اتمنى ان انا ما بقاش غلس واعلن عنها في الفيديو ده، بس غالبا هبقى غلس، انا شفت حد بيقول ان على نفسه ان هو ما يبقاش غلس. انا عارف ان احنا لتنا وعجلنا كتير والفيديو طار منه دقيقتين وشويه، ولكن يعني بقالي كتير ما صورت لكمش. طب اوكي يا جماعه، والله يعني انا نفسي احرق لكم التحدي ومش نفسي في نفس الوقت. طبعا زي ما انتم شايفين. اوه الله، حلوه قوي الشجره دي. لو فيها افكت نفذت على حظي انا يعني. طبعا زي ما انتم شايفين الطياره تبان عاديه، ولكن ما تسيبوني اتكلم بقى، ولكن هي يعني اسطوريه من بره. فانا طبعا يا جماعه عارف ان انا طولت عليكم في البدايه، بس يعني بقالنا كتير ما صورناش مع بعض وما اتبسطناش مع بعض، فيعني طبعا احنا محتاجين ان احنا نشوف حوار اللوت بوكس ونشوف حوار الحاجات دي. يلا بينا نشوف المفاجأة بعد 1 2 3. اديله بقى في المفاجأة. ايه ده تغيير في الخطة، تغيير في الخريطة كمان، مش في الخطة بس، ده تغيير في الخريطة. طب احنا ننزل في اخر الخريطة بما ان الخريطة كده شكلها مش معانا وتغير لنا الدنيا. يعني طبعا عارف ان انا مطول عليكم، عارف ان ده يعني شيء مش حلو قوي، بس يعني بنتكلم مع بعض شويه. طبعا يا جماعه اسف جدا على فيديو 99 ليله في الغابه، انا عارف ان كل الناس كانت متحمسه له بعد ما شفتوا البوست الاخير، ولكن للاسف وهذا يعني شيء مضايقني جدا. هذا في ايه يا حبيبي؟ اصحيك ايه لما يبقى وقت المين؟ ما سمعتش اصلا، سرعتني انت على الفاضي. ما علينا من الراجل اللي سرعني على الفاضي ده. الفكره يا جماعه والله ان الابلكيشن المهزأ ده مش راضي ان هو يصور 99 the first. معرفش ليه، بس يعني مين يعرف، مش يمكن هذا الابلكيشن مثلا يرضى، او مش يمكن يظهر لنا حل فجأة من الفراغ. طبعا يا جماعه تحديث هذا ليس كاملا، هما بس بيصبرونا. التحديث ده مش كامل. ده طلع لوت. ده طلع. طب انا ما اعرفش ده قريب ولا بعيد، ما اعرفش ده. طب يعني عيب. ما انا مش فاهم حاجه يعني، عيب. انا لسه بحاول افتكر جماعه. لا هو تايم تو مش عارف مين دي، بس انا اعتقد يعني ان هي حاجه ليها علاقه بالحرب، بس هو التايم لان احنا خدنا على قفانا بعيد عنك يعني عن السامعين يعني. طبعا يا جماعه التحدي بقى ما فيهوش جو زمان ده بقى وفرصه وفرصتين، لا هو التحدي
احنا على حسب ما هنتمه. الحالة الوحيدة اللي انا بخسر فيها في التحدي انه يخلص الجيم او يعني، فاهمني المفروض ان انا بس اعيش لحد الاخر بس. مش عارف انا عمال افتي ايه. طبعا ما اعرفش البايزون ايه نظامه. وطبعا الديكوريشن ده ما طلعش ديكوريشن، هو ديكوريشن وفي نفس الوقت طبعا انا ما اعرفش حاجه. انا طبعا لابس لبس اعتقد ده في اسلحه، المشكله فيها اسلحه قريب وبعيد، فانا من الاسلحه دي انا خايف منها. بس يا جماعه اعذروني، انتوا طبعا زمانكم عرفتوا التحدي اللي امة لا اله الا الله عملته معانا انا، وانا جاي متاخر جدا على التحدي ده. بس هنعمل ايه بقى؟ اخوكم في الله بطيء، اخوكم في الله راسه مكعبه، اخوكم في الله عايز يموت، عايز يموت ايه، عايز ينام. بجد يا جماعه والله بجد بتكلم جد، يعني بتكلم بمنتهى الجديه اللي في العالم. انا ما اعرفش الاسلحه. تقولوا لي انت مش بتلعب فري فاير بقالك مده ومش عارف ايه، اقول لكم والله العظيم انا ما اعرفش الاسلحه. فيعني هنلعب على قد معرفتنا. احنا هنعتبر الاكس ام 80 قريب، و اي حاجه تانية تبقى بعيد. يعني هنعتبر الاكس ام 80 قريب لان الاكس ام 80 انا بحسه حلو في البعيد، فنعتبر الاكس ام 80 قريب. طبعا لسه الحدث مش كامل، لسه في منطقه غريبه بتخشوها غالبا عن طريق غزاله او حاجه كده. انتوا في المنطقه دي لما بتخشوها اعتقد بتبقى حاجه زي بتاعه الذكرى السنويه. فاكرين حصل ايه في الذكرى السنويه؟ كان في كده مكان برضو، المكان ده لما بنخشه بنعمل فايت مع ناس معينه، بعدين لما بنكسب بناخد مش عارف جوائز معينه او كده. اعتقد ان هيكون نفس الموضوع في انا بعمل ايه. اعتقد هيكون نفس الموضوع برضو في المكان بتاع الغزاله ده. وعايز اقول معلومه كمان، انه انا عارف ان احنا بنقول معلومات واحنا بنلعب، بس يعني بحاول اقول لكم شويه، يعني افيدكم شويه. يعني مش عايز الفيديو في ايه يا ابني انت ملبوس، مش عايز الفيديو يبقى كله كده ايه، كله لعب وكله اكشن. عايزين بس يبقى فيه شويه افاده. انه اعتقد كمان ان ده مع قرب المفاجأتين اللي في اخر الفيديو اللي انا اعلنت عنهم من فترة، وهعلن عنهم تاني وافضل اعلن عنهم عشان الناس ما تنساش، لان هما فعلا مفاجأتين يستحقوا. فاعتقد ان مع اقتراب المفاجأتين دول اعتقد انه فعلا هيكون ده بعيد ده كمان. اعتقد مثلا انه ممكن تكون مثلا تجمعوا توكن فوق او ما اعرفش. ما انا مش جريمة، بس يعني نحاول نقول شوية معلومات لان حاليا احنا نزلنا في حتة غبية ومش لاقيين اي حد يواجهنا. خدنا على عيننا في اول الجيم عشان انا شخص ذكي جدا. يحس فيه لاج في اللعبة. على فكرة النت لسه متجدد بعد اذنكم، يعني متنصبوش علينا. معانا ضيوف، عيب الفضايح اللي انتوا بتعملوها لنا دي واحنا معانا ضيوف. طبعا انا ما اعرفش مين قريب ومين بعيد، بس انا عارف سلاح معين انا عايز اوصل له. انت عارف ان احنا بناخد وقت كتير، وعارف ان انا المفروض اقصر الفيديو واعمل مش عارف ايه، بس يعني بقالنا كتير ما اتكلمناش مع بعض. عاملين ايه؟ زي الاحوال، زي الحال والدراسة والصلوات وكل هذه الاشياء الجميلة اللي انا بعرفش اسال عنها. شوفوا، انا ما اعرفش الشيء ده بعيد ولا قريب، والله العظيم. انا رايي ان احنا بلاش نعمل تحدي المره دي، لانه انا فعلا حرفيا مش عارف اي حاجه ومش فاكر اي حاجه. انا كنت اتفرجت على التحدي ده اكتر من مره، كنت عارف هو بيتعمل ازاي، بس حرفيا انا حاليا بطاطس، يعني دماغي اتمسحت. وانا عارف ان انا مصور لكمش بقالي كتير، بس يعني اكيد انتوا عندكم نفس العذر اللي عندي، الا وهي الدراسه الصعلوقه. فيعني نراعي بعضنا، يعني احنا كلنا واحد، يعني مش عايزين حد بقى يقعد يتأمر بقى ويزهقنا في عيشتنا. طبعا انا غرقت، لازم اغرق. احنا هنعتبره فيديو استكشافي، تمام، نظرا لان انا مش فاكر اي حاجه. وما تقلقوش ما تقلقوش، ده انا عندي عجله تحديات كامله يعني. بحاول اكمل. طب والله ما عامل، بحاول اكملهم 300 تحدي. اصلا حاسس التحدي ده مش صعب، وانه اصلا مش حاجه. وان انا كنت فاكر هعمل تحدي صعب ونجحت فيه كمان. اي نعم نجحت بالغش، بس ستيل نجحت يعني، تحتسب نجاح يعني. بس ان شاء الله مع البداية الجديدة ما اقولكوش بقى،
مقولكوش على الجمدان اللي هيحصل. طبعا احنا هنتاكل دلوقتي من الزون، ف محتاجين بس نبطل استعباط. انا اتحشرت. انا ايه اللي هجرالي؟ ايه اللي جرالي؟ طبعا نعتبره فيديو استكشافي. لو فشل التحدي هو غير كده غالبا فشل. بس يلا معوضات. ادينا بنستكشف، بنلعب جيم بلاي عادي ممل جدا ملوش اي 60 لازمه. انا لو مكانكم مش هتفرج عليه، واي حد لسه بيتفرج للحظه دي فشكرا جدا. بس لا عادي نتفرج يا جماعه، في ايه يعني؟ هو ايه الزونه هتصغر على طلاق؟ هو فري فاير بقت صعبه يا جماعه؟ وانتوا طلبتوا ان فري فاير تبقى صعبه؟ هو وانتوا جارينا جابوا لنا كده بتاعه كبيره، قعدوا يطلبوا مننا فيها طلبات. وحياة خالتك ما تقرب مني، قعدوا يطلبوا منا فيها طلبات. هل الناس طلبت ان جارينا ايه؟ هل الناس طلبت من جارينا ان فري فاير تبقى اصعب؟ بجد والله انا عايز اعرف ده. يعني ليه فري فاير بقت كده يا جدعان؟ الو، ليه احنا 13 نتحشر في هذه الرقعة؟ هذه اوه يا حبيبي، انا قلتلك بقى سيبني في حالي، الله يسهل لك بقى. انا خلصت الاوريون بتاعتي على الفاضي، رجعت شحنتها تاني، اي خدعة. انا صلبوطة، خد بالك انا صلبوطة. يعني بص انا حلتيش حاجة. هو الموبايل بيعلق ولا اللعبة اللي بتعلق ولا انا اللي بعلق؟ اهو يا جماعة شوية اكشن اهو، بنهرب من الاكشن كمان عشان ما تقولوش زياد حرمنا من حاجة. جالنا اكشن وهربنا منه. انا حاسه شافني. الله الله الله، خسرنا تعدي. انا اصلا مش عارف اعمل. ادينا اتسلينا شويه يعني، وكان بقالي كتير اصلا ما صورتش، فيلا اتسلينا. والرانك بتاعنا عالي وناقص له تفه في المية. والله انا اصلا كان المفروض الفيديو ده يبقى فيديو 99 نايت ان ذا فورست، وما كانش المفروض يبقى فيديو تحدي. وقت بس يا ابني الموسيقى دي، ما كانش المفروض ان هو يبقى فيديو تحدي، ولم يكن مخطط الى ذلك بتاتا البتة. بقى جت كده فخلاص. طبعا كما وعدتكم المفاجأة اللي انا عارف ان لو حد كمل هيبقى كمل عشانها. ما علينا من كل هذه الحاجات الغالية اللي بفلوس كتيرة، الحاجات الجامدة الاوفر دي، الحاجات الحلوة دي كلها ما علينا منها وما علينا من جمدانها. طبعا هذا ليس ماركتينج، لان انا ماليش علاقة بالناس دي اصلا. جارينا بقول لكم ما تدوني اوه ايه ده؟ ايه كل ده؟ طب تصدقوا ان انا اول مرة اشوفه؟ ايه الهبل ده؟ ايه الشيء ده؟ جارينا ما تدوني كده جواهر وتروقوا عليا كده يعني. دي المفاجأة الأولى. أنا عارف إن أنا أعلنت عنها مليون مرة، وعملنا كده وكده وعملنا كده وكده وقعدنا نضحك لأن لبسنا دي ولبسنا دي لوحدها. بس هي دي مفاجأة يا جماعة. هذا الشيء مجاني، هذا الاسكن مجاني. أنا عارف إن كل كوكب الأرض عارف، بس يعني تعويضا عن كل البلاوي اللي حصلت والفيديو اللي باظ والحياة الحلوة دي، وبرضه هذه الرقصة اللي هي رقصة الارتجاف، رقصة السقوعية، رقصة واحد بردان، رقصة حد بيترعش. هذه الرقصة أيضا مجانية، بجانب إن في لوت بوكس حاليا مجاني. سواء يتطلب حد صايع لا يدرس قاعد 24 ساعة مبيعملش حاجة غير إن هو بيلعب فري فاير. 24 ساعة 24 ثانية و24 فهمتوا ثانية و24 دقيقة و24 بتنجان. هذا هو اللوت بوكس يا جماعه. اللوت بوكس الصراحه اسطوري، صراحه اللوت بوكس اسطوري. انا حبيت جدا جدا. ده من الحاجات اللي ما تسربتش واللي محدش من المسربين عنده معلومه عنه. عجبني الابيض مع الاحمر مع الاسود مع تاتش اللبني. صندوق غنائم غزال الاحلام. طبعا الاسماء جارينا ابوس رجليكوا الترجمه من على جوجل. ليه بتخشوا جوجل ترانزليت وترجم؟ يلا عندنا سيرفر مينا فيه شويه عرب مساكين، ترجم لهم اي حاجه. طبعا دي كانت تسريبات صحيحه، الموسيقى صحيحه، اللوبي صحيح، تسريبات مجانيه، والى ذلك. لوت بوكس يستحق حرفيا، يستحق كل هذه المعاناه ويستحق كل هذه
كل هذا التعب، لانه not bad. بس يعني بصوا يا جماعه، بصوا عشان تبقوا شايفين برضو، وكونوا دائما فاكرين اي حاجه 3D هي اجمد من اي حاجه. يعني اي حاجه 3D اجمد مليون مره، او اي لوت بوكس 3D اجمد مليون مره من اي لوت بوكس عادي ومن اي لوت بوكس مجاني. عشان بس نبقى هو المبلغ ده كله بجد؟ لحظه، لا الو، دول حاطين السنه. لا حلوه ملعوبه 2025. يعني انت لما تخلص ده تاخد 2025 قطعه جولد. لا حلوه ملعوبه من جارينا. بس نيجي بقى لهنا، نيجي لهذا تسجيل الدخول ده كان تمام. العب كلاس سكواد مره حلو، العب كلاس سكواد 3 مرات حلو، الى 12 مره لا ده مش حلو، ده نصب. بس صراحه هو يستحق. انا مستغرب ان هم مش عاملينه العب كلاس سكواد بمليار مره. حرفيا هو يستحق. ويا جماعه توكنات جارينا الفتره اللي فاتت، انا شخص عندي مرض غريب، ما اعرفش هل حد عنده المرض ده يا جماعه. يعني بليز ردوا عليا في الكومنتس، هل حد عنده مرض ان هو يجمع التوكنات؟ انا بجمع التوكنات. اولا انا عندي التوكن ده في منه 80 وغالبا مش هيتصرفوا. التوكن ده برضو عندي منه، هتلاقوا عندي توكنات بالهبل. يعني ده كان ممكن ابدله وما بدلتوش. انا بجمع التوكنات يا جماعه، انا بجمع التوكنات والله العظيم، ما بصرفهاش عشان انا بجمعها. انتوا متخيلين انا قد ايه شخص غريب؟ انا بس عايز اعرف ليه التوكن مش ما علينا. وطبعا دي الجواهر اللي انا مقهور عليها لان غالبا ملهاش استعمال. وبالنسبه للمفاجاه اللي انا كنت هقول عليها كمان، خلوها في فيديو خاص، خلوها في فيديو